بص يا معلم، يا ريت لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله يجيلك اشعاره اول باول. ويا ريت تعذرني او لو انا حاسس ان انا بتألم وانا بتكلم، دي حقيقه لان انا عندي قرحه في بقي او ألسر في بقي ومبهدلاني صراحه. فايه فمعلش يعني استحملني لو حاسس ان انا بتألم او حاجه، فدي حقيقه لان انا فعلا كل حاجه بعملها ليها علاقه بالكلام او حاجه بتبقى عمليه مؤلمه جدا. ابل هي شركه متربعه على 10 موبايلات من فتره، وده مش كلامي للاسف، ده كلام المبيعات وده كلام نسبه الانتشار بتاعتها والارقام اللي هي بتحققها كل سنه، ونسبه ان الناس كلها حرفيا بتبص لابل ده على انه موبايل الاحلام او الايفون ده على انه موبايل الاحلام، وعلى ان بقيه البرودكتس بتاعت الابل هي البرودكتس بتاعت اللكجرينس او هي البرودكتس بتاعت الفخامه كده، والناس فاهم تلاقيها على وضعها. وده دل على شيء، فيدل على ان ده حاجه كويسه جدا وانها فعلا شركه جامده جدا. سواء كنت متفق معايا او مختلف، فهي واحده من اكتر شركات الموبايلات نجاحا وتميزا في سوق الموبايلات. المؤتمر بتاع ابل كل سنه اصلا بيبقى عليه ضجه مش طبيعيه، والفكره مش بس في المؤتمر او الفكره مش بس في مرحله بعد المؤتمر. قبل المؤتمر اصلا احنا بنبتدي نلاقي تسريبات وتوقعات وتخمينات وحاجات زي كده. كل الحاجات دي ما بنشوفهاش مثلا في شركه زي سامسونج لما تيجي تنزل موبايل جديد مثلا او حاجه. يعني المؤتمر بتاع سامسونج مثلا قرب، فضله بتاع 3 شهور او 4 شهور. حد فيكم حاسس بحاجه؟ ترحم دين امي. وفي الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن اكتر 10 حاجات انت فعلا ما تعرفهاش عن شركه ابل. ومن ما اطلع عليك اكتر من كده، يلا بينا. عشان يأسسوا شركة أبل ستيف جوبز وستيف وزنياك اختاروا إن هم يبيعوا بعض المقتنيات اللي كانت عندهم كده، واللي كانت نوعا ما غالية عليهم، ولكن ضحوا بيها عشان بس يأسسوا شركة أبل. يعني مثلا ستيف جوبز باع الباص فولكس فاجن بتاعه أو الفان بتاع الفولكس فاجن بتاعته، وستيف وزنياك باع الكالكوليتور بتاعته أو الآلة الحاسبة بتاعته اللي كانت من براند اتش بي، واللي كانت ساعتها غالية جدا جدا، ولكن اضطر يبيعها عشان يأسس شركة أبل. ليه زمان كانت الآلة الحاسبة أو فكرة الآلة الحاسبة غالية جدا جدا؟ لأن زمان شغل الآلات الحاسبة ما كانش زي دلوقتي. فكرة وجود آلة حاسبة علمية بتعمل العمليات الحسابية المعقدة دي بسهولة وبتطلع لك الناتج صح كانت فكره بعيده قوي، وكانت فكره نادره جدا جدا. يعني فكره ان حد يقتني آلة حاسبة علمية زمان دي كانت حاجه، فاهم، كانت حاجه فظيعه. يعني رقم 2، كويك تيك. على مدار تاريخ ابل عارفين انها جربت في كذا اختراع، في منها حاجات كتيره فشلت وفي منها حاجات كتيره عدت يعني. ومن ضمن الحاجات اللي عدت يعني كاميرا اسمها كويك تيك 100 طلعت سنه 1994. الكاميرا دي كانت نازله في وقت كل الناس كانت عايزه تقتني في كاميرا فوتوغرافيه، لان كانت الكاميرا الفوتوغرافيه هو الترند بلغه اليومين دول يعني. عشان كده ابل اعلنت عن الكويك تيك 100. كعاده ابل لما بتلاقي حاجه ناجحه لازم تبوظها. الكاميرا نجحت نوعا ما نجاح مقبول، مفيش مشكله فيه، فابل قررت انها تنزل الجيل الثاني للكاميرا دي واللي كان اسمه كويك تيك 200. ولكن طبعا ابل اضطرت تحط التاتش بتاعها اللي فشل المشروع تماما. الكاميرا دي كانت رقميه، مش بتشتري لها افلام وتركبها وكده، يعني كانت كاميرا ديجيتال، ودي كانت تقريبا من اوائل الكاميرات الديجيتال اللي طلعت. والكاميرا الديجيتال دي ليها ميموري خاصه بيها هي اللي بتلمت على كميه الصور اللي بتشيلها. كاميرا الكويك تيك 200 كانت بتشيل بس 8 صور، وده طبعا ادى لفشل السلسله دي، فشل ذريع. وعشان كده الكاميرا دي مش لسه عايشه لغايه يومنا ده، وده طبعا بغض النظر عن شكلها المقرف جدا. يعني شركه غريبه. رقم 3، ستيف جوبز من اصول سوريه. عارف انك انت مش مصدق زي انا كنت زيك برضو بالظبط، ومش مقتنع تماما لغايه ما دورت ورا الموضوع اكتر واكتشفت ان الموضوع فعلا حقيقي. ستيف جوبز اتولد لابوين امريكيين الجنسيه عادي، ولكن ابوه عبد الفتاح الجندلي هو من اصول سوريه. انا مش عارف الجندلي دي بتتنطق كده ولا هي بتتنطق الجندلي، انا مش عارف تتنطق ازاي، بس هو يعني عامه ده اسم ابوه. ولما خلفوا ستيف جوبز ما كانش في ما بينهم جواز بصوره رسميه، يعني قرروا ان هم عايزين يتجوزوا بصوره رسميه، ولكن عيله الام رفضت ان بنتهم تتجوز حد مش مسيحي، فعشان كده ما اتجوزوش يعني. وحياة امك. اضطروا ان هم يعرضوا ستيف جوبز للتبني. زوجين كده من كاليفورنيا اسمهم بول وكلارا جونز، وده اللي عمل عقبه شويه في حياه ستيف جوبز النفسيه، لان كل علاقته بابوه البيولوجي انه بس جاب الدنيا او انه بس هو اللي خلفه يعني. وهو بيقال، ما اعرفش صح ولا غلط، بس بيقال ان ستيف جوبز حب يتواصل مع اهله الحقيقيين قبل ما يموت بفتره قليله عن طريق الايميل. رقم 4، مؤسسين ابل مش بس ستيف جوبز وستيف وزنياك. احنا كنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده عندي على التيك توك، ولكن مش مشكله، تعال نتكلم فيه تاني. مبدئيا مؤسسين ابل هم 3، ستيف جوبز وستيف وزنياك وواحد بيعد الاهم لان اسمه ما بيتذكرش كتير، بس هو اسمه رونالد وين. طب ليه رونالد وين ده بيعد الاهم؟ لان هو اول واحد رسم اللوجو بتاع ابل بتاع البيت وهو قاعد تحت الشجره، هو اللي رسمه اساسا اللوجو ده بتاعه. ولكن في النص كده لما بدات شركه ابل تكبر وتحقق مبيعات ونجاح اكبر، ان هو مش عاجبه وجهه نظر ستيف جوبز وستيف وزنياك، ووصفهم ان هم عاملين زي الاعاصير كده ومتهورين في طريقه تفكيرهم، فقرر انه هينسحب من الشركه. وساعتها كان ليه بس 10% من اسهم شركه ابل. قرر انه ينسحب من الشركه وسحب ساعتها $800. ساعتها نعم ده كان مبلغ مش قليل قوي، مش زي $800 دلوقتي، ولكن برضه كان مبلغ نوعا ما عادي يعني، اللي هو حركه مش منطقيه تماما ان هو ينسحب من شركه اوريدي بتكبر ويسحب ال $800 بتوعه. طيب، ولو تفتكر تيك توك كنا وصفناه ان هو كلاون او كنا وصفناه ان هو حد عبيط، وهو ليه عمل كده؟ لانه بمنتهى البساطه لو كان سحب ال 10% بتوعه دول النهارده كان سحب 58 مليار دولار. فعشان كده بنقول عليه كلاون. رقم 5، ستيف وزنياك لسه موظف في شركه ابل.
ستيف ووزنياك زي ما اتكلمنا فوق هو واحد من ضمن المؤسسين لشركه ابل، ولكن في عام 1985 قرر انه عايز خلاص يسيب الشركه بعد ما ابتدى جوبز يحصل ما بينه وما بينه مشاكل ومشاحنات كده، فقرر انه خلاص يسيب الشركه. ولكن اسم ستيف ووزنياك لسه موجود في الليسته بتاعت الناس اللي بينزل لهم مرتبات، وده لان ستيف ووزنياك كل اسبوع بيتبعت له شيك من ابل بقيمه $50 دلاله على الامتنان والولاء، يعني ان هم لسه فاكرينه، فبيبعتوا له مبلغ بسيط كده كل اول اسبوع هو $50 شيك ب $50 عشان يقولوا له ان هم لسه فاكرينه يعني، وان هم بيشكروه على المجهودات اللي هو عملها عشان يأسس شركه ابل. رقم 6، سنة 1982 ستيف جوبز اتطرد من مشروع اسمه فيزا، وده بعد ما فشل مرتين في انه يخلي المشروع ده ينجح او يوصل لرقم كويس من المبيعات. وبعد كده اتحط في مشروع الماكنتوش مع واحد اسمه جيف ريسكرين، معرفش بينطقوا ازاي بس اسمه عامة جيف ريسكرين. ولستيف جوبز ما كانش بالع اسم الماكنتوش ده تماما، واول ما جيف خرج من المكتب ستيف جوبز حاول بقدر الامكان انه يغير اسم الماكنتوش ده. جوبز راح جاب قلم وحاول انه يغير اسم الكمبيوترز، ولكن للاسف بقيه السي او اللي كانوا قاعدين رفضوا انه يعمل كده. رقم 7، ابل ارباحها بتتقاس في الثانيه، مما لا شك فيه ان شركه ابل بتكسب وبتكسب كتير قوي كمان، مش بس عشان النسبه اللي بتكسبها في كل يونت بتبيعها، لا كمان عشان ارقام اليونتس اللي بتبيعها. برضه اقول لك ان ده بيرجع لان شركه ابل بتعمل كذا منتج، يعني ابل مش بس بتعمل ايفون، ابل بتعمل ايفون وايباد وماك بوك واي ماك وايربودز وايربودز ماكس، فاهم، وساعات، واخد بالك، وكل حاجه انت ممكن تتخيلها هتلاقي ابل بتعملها يعني، وبتحاول تخلي الناس انها تشتري كل البرودكتس دي مع بعضها عشان تفعل حاجه اسمها الايكو سيستم، او ازاي الاجهزه بتاعت ابل بتشتغل مع بعضها يعني. فمما لا شك فيه وان دي حاجه مش مدهشه تماما ان ابل، ان اقول لك مثلا ان ابل ممكن تكسب $5000 في الثانيه الواحده او اكتر من كمان $5000 في الثانيه الواحده، دي حاجه مش المفروض ما تبقاش مدهشه تماما بالنسبه لك يعني. مش هتبقى حاجه مدهشه برضو ان لما اقول لك ان في سنه 2013 ارباح ابل الصافيه اتقدرت ب $179 مليار. ما اعتقدش ان دي حاجه غريبه يعني، صح ولا ايه؟ رقم 7، ستيف جوبز هو منقذ الجوريلا جلاس. فما 2007 ومع صدور اول ايفون بشاشه بلاستيكيه مش شاشه زجاجيه، ودي حاجه ممكن المعظم ما يبقاش عارفها يعني، ان ايفون اول ايفون الاوريجينال ايفون ما كانش جايب ازاز، كان جايب شاشه بلاستيك، وستيف جوبز ما كانش راضي عن الموضوع ده. قضى الفتره اللي كانت فاضله في حياته اللي هي ساعتها كانت 4 سنين يدور على شاشه ثانيه بديله للشاشه البلاستيكيه التافهه اللي كانت محطوطه على الايفون، واستقر على نوع من الجهاز اسمه الجوريلا جلاس. هو بتشبه فده الكورنينج جوريلا اللي احنا بنسمع عنه النهارده، زي الكورنينج جوريلا جلاس 3 اللي هي طبقات الحمايه والكلام ده كله، هي دي نفس الشركه اللي ستيف جوبز اقترح عليهم ان هم يستخدموا الازاز بتاعهم في الايفونات بتاعته. رقم 9 41 دقيقه. في اي ايفون جديد بيظهر بتلاقي ان الساعه على طول بتشير ل 9:41 دقيقه. الناس في الاول افتكرت انها صدفه او انها خلاص عملت مره يعني فاختاروا ان هم يثبتوها بعد كده، ولكن في الحقيقه قبل اعلنت ان دي مش صدفه ولا حاجه، لا بالعكس ده هم عاملين كده مخصوص لغرض معين وغرض مهم جدا جدا. فاول مؤتمر اتعمل للايفون سنه 2007 اللي كانوا بيعرضوا فيه الايفون الاوريجينال ايفون اللي هو اول ايفون يطلع للنور خالص، اول ما ستيف جوبز بدا يتكلم عن الايفون وظهر الايفون لاول مره كانت الساعه 9:41 دقيقه، عشان كده كل الايفونات الجديده اللي نازله بتبقى ظاهره الساعه 9:41 دقيقه احتفالا او زي عشان يفكرونا كده بالايفنت الجميل ده. شركه ابل الشهر اللي فات عملت واحده من اكتر الحركات اللي مش مفهومه واللي مش منطقيه تماما، ولدرجه انت اصلا ممكن تكون ما خدتش بالك منها. اعلنت عن نزول الثلاث معالجات الجداد بتوع الماك او اللابتوبس الجديده، ونزلت الثلاثه مع بعض. I understand nothing. في العادي ابل مش نشيطه قوي في مجال الكمبيوترز واللابتوبس كده، يعني ابل المفروض تسيب فتره طويله ما بين كل كمبيوتر او ما بين كل لابتوب ولابتوب، ممكن تستنى مثلا سنه ونص عبال لما تعلن ان في حاجه جديده يعني. السنه اللي فاتت سنه 2022 كان في فرق 6 شهور ما بين البروسيسور الام 2 والنسخ الماكس والبرو، وده اللي احنا متعودين عليه، وده اللي على فكره اللي حصل في الام 1 برضه، الام 1 برو والام 1 ماكس، كل ده تمام وكل ده احنا متقبلينه تماما والدنيا زي الفل. ثم قبل ما ننزلها في اخر شهر 10 اللي فات ده الثلاث معالجات الجداد، الام 3 والام 3 برو والام 3 ماكس. انت متخيل يا مان؟ يعني مش بس نزلوا النسخه الجديده اللي هي الام 3، لا ده كمان نزلوا الام 3 برو والام 3 ماكس، كل ده في نفس المؤتمر. وبكده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك اشعاره اول باول. حابب تبعت لي اي حاجه هتلاقي الانستجرام والفيسبوك بتوعي موجودين تحت في الفيديو ديسكربشن، خش ابعت لي عليهم ونبقى اصحاب. وشكرا ليك جدا